السلام عليكم. زيزو، كهربا، وتريزيجيه، اتحاد الكوره، وزير الشباب والرياضه، وامين مرتضى منصور. هنتكلم في المواضيع دي كلها النهارده. يلا بينا. في البدايه احمد، في البدايه امبارح شيكابالا هو خارج من الملعب لقطه ما عجبتنيش اطلاقا. هو ماسك اشاره الكابتن باشا عمال يدور. يا جماعه بص، انا يمكن مش زملكاوي ولكن والله بحب كيان الزمالك وبحب الزمالك. فهو خارج ماسك الاشاره مش عارف يديها لمين. حتى لو حد مثلا خد باله من لوت شفايف، مين الاشاره، مين هياخد الكابتن، مين هيبقى الكابتن، مين هياخد الاشاره. يعني اللقطه ما كانتش ظريفه خالص امبارح. يعني المفروض اللي هو في الاهلي معروف مثلا الشناوي، بعد كده ايمن اشرف لو موجود، او السوليه، بعد كده محمد هاني، او لو رامي ربيعه موجود. فالترتيب متحدد، وكل واحد عارف لو ده ما لعبش انا اللي هلعب. يعني احنا كنا جمهور عارفين لو محمد هاني طلع الماتش اللي فات، علي معلول هو اللي هياخد اشاره الكابتن. مجمعين. فلقطه ما كانتش ظريفه امبارح. ده اول حاجه. تاني حاجه، امين مرتضى منصور، مستشار مرتضى منصور كان طلع قال بعد ما الزمالك كسب سيراميكا، طلع قال لك ده مش اللجنه الفنيه. طبعا قال لك في الاول اللجنه الفنيه قبل ما نشوف هو حلو ولا وحش. اللجنه الفنيه اتعاقدت واجتمعت وقررت اوسيريو ومدرب واللي اول ما كسب ماتش وبدات تحس ان في امل، لا ده مش اللجنه الفنيه، هي اللجنه عملت حاجه، ده امير ابني الله يصلح حاله. امير هو اللي جاب اسوريو، هو اللي اختاره، وهو اللي وجنب او همش اللجنه الفنيه. وبيقول لك ايه بقى، من اعمالكم سلط عليكم. سبحان الله، يشاء العليم القدير ان الدنيا تتقلب كلها وسوريو يخسر، يلعب 3 ماتشات بعد ماتش سيراميكا، الثلاثه اسوأ من بعض، بروكسي واسوان واخرهم الماتش بتاع الداخليه امبارح. التلاته مع فرق يعني في منتصف الجدول، النص الثاني او في الاواخر كمان الجدول، يعني الداخليه ال 16، واداء ونتيجه زي الزفت. فها امير برضو اللي لسه جايب المدرب ولا اللجنه الفنيه؟ وامير راح تعاقد بس ولا ايه الدنيا؟ بالمناسبه، احمد سيد زيزو من ساعه ما كان شاير الستوري اللي على انستا، واحد كان كاتبها في يعني اما استلم الكره بكعبه، كان كاتب وقال لك وانت عندك محشي فته واحمد مش قادر، انا عندي احمد سيد زيزو احسن لاعب في مصر. ها، يعني نو كومنت الصراحه. من ساعه ما عمل كده وهو مستواه في النازل في النازل في النازل. حتى الحاجه اللي كان متفوق فيها جدا ومبدع فيها، حاليا مش عارف يعملها ولا عارف يرجع مستواه في ركلات الجزاء خالص. ده كان الجزء الخاص بالزمالك. عايزين نتكلم عن وزاره الشباب والرياضه، او وزير الشباب والرياضه، دكتور اشرف صبحي. سياده الوزير، حضرتك انت السبب في، مش هقول لك تدمير الاداره، لان الاداره ده مخالفات ماليه مالناش دعوه بيها. انت السبب في ان جمهورنا الزمالك يحس بعدم الاستقرار. انت السبب مش محسس جمهور الزمالك. انا الكلام بقوله هنا خاص بالجمهور، مالهاش اي دعوه باي حاجه تانية. مش محسس الناس ان الزمالك انت يعني انت تقدر تساعده، او تقدر مش هقول لك تساعده، تحميه على الاقل. ازاي انت سبب في عدم الاستقرار من ناحيه، يعني في الحكم عواء على مرتضى منصور يوم 10/8 عيد ميلادي، بتاع اللي هو اتحبس. المهم اما القرار اتطبق، كنا دخلنا في شهر نوفمبر، او يعني مع يناير في بدايه السنه الجديده. فضل الاستئناف والكلام من ده كله، والقرار اتطبق خلاص في شهر 2. يعني خلاص عايزينه بقى في شهر 2. لا، ما رضاش ياخد القرار حتى الان. داخلين في 3 4 شهور حتى الان مش قادر يقول، او مش عارفين نعرف هو مرتضى معزول ومش رئيس نادي الزمالك ولا رئيس نادي الزمالك. الوزاره تنزل تقول لك ان مجلس اداره نادي الزمالك قال، او نزل بعت خطاب ان مرتضى منصور مش رئيس نادي الزمالك. يوم المتحدث باسم او الرئيس التنفيذي لنادي الزمالك، او المتحدث باسم نادي الزمالك، يطلع يقول لك لا يا جماعه، اصلا اللجنه ما انعقدتش او المجلس الاداره ما انعقدش، محدش انعقد ومحدش طلع قرارات. فاحنا مع مين فيهم؟ مش عارف الصراحه احنا مع مين فيهم. فالمفروض يا سياده الوزير تطلع قرار يا يمين يا شمال. مرتضى بره خالص يا اما جوه خالص. مش عارفين بقى مثلا ان هما المجلس مش هيكتمل، وطول ما مرتضى بره يبقى شيل المجلس كله، عشان الزمالك يبقى عارف ايه مستقبله. انت حاليا الزمالك مستقبله اسود، اللي هو انا مش عارف ده معاه ولا لا، ولو مش معايا مين اللي هيجي. طب افرض هو مش مرتضى مش معايا،
طب المجلس هيكمل ولا لا؟ طب لو المجلس ما كملش مين اللي هيبقى اللجنه اللي جايه؟ طب الفلوس، طب ايه اللي والمخلفات وغيره وغيره. ده بصوت العقل والله يعني، وده رايي الشخصي يعني. بعد كده عايزين نتكلم عن اتحاد الكوره الجبليه. اتحاد الكوره الزمالك الاهلي وصل نهائي افريقيا. الجبليه ما نزلش اي بوست لمده 48 ساعه، بعد 48 ساعه نزل برقيه تهنئه لنادي الاهلي. هو النت كان فاصل ولا حضرتك ايه؟ ده هو ما نزلهاش الا لما يعني اعلام الاهلي شحتها، يعني قال لك ازاي اتحاد الكوره ما ينزلش تهنئه؟ فهو منزلها بعدها ب 48 ساعه. فايه حضرتك، هو انت ناسي مثلا؟ انت المفروض الاب الروحي لكل الانديه، انت المفروض تدعم كل الانديه، انت المفروض تقول ده صح وده غلط، تدعم الانديه، يعني اللي يعمل حاجه تسقف له. بس انت عايش في عالم موازي، الدنيا ماشيه هنا وانت عايش هناك. ايه يا عم، مش كده والله. وتاني حاجه برضو اللي ما عجبتنيش، تريزيجيه اما تعرض للبصق، كل الدعم منها لتريزيجيه، ما نزلش يا علم مفتريه بوست واحد عضو مجلس الاداره يطلع يتكلم. ده لو صلاح مثلا في اي حاجه، في اي حاجه تانية، لو صلاح بياخد احسن لاعب في العالم، مش هتطلعوا تمحكوا فيه؟ دي حاجه يعني ضد اللاعب بتاعك، ضد الاصول المصريه، ضد كل حاجه، ضد الدين، ضد كل حاجه يا جدعان. ما حد يطلع يقول لك يا عم، قول احنا بنستأمن اللي حصل. ابعتوا خطاب لاتحاد الكوره في تركيا، اي حاجه، حسسوا اللاعب ان في ظهر حد وراه. لا ده بص، الاعلام بس اتكلم شويه وبس، خلص على كده. ده بقى اتحاد الكوره اتكلم؟ لا ما اتكلمش. احمد اخر برضو العبث اللي بيحصل في اتحاد الكوره، احمد مجاي نزل بوست تهنئه لاتحاد الكوره اللي هو عشان انضمامه للفيفا سنه 57. دولت مش عارفين اي حاجه، بعد ما احمد مجاي نزل بوست ب 10 ايام، ب 10 ساعات، ده قام منزلين البوست، بوست التهنئه، واخدينه كوبي بيست. ونسيوا كتير جدا من اساطير في الصوره، ونسهم ده غير اساطير يعني اللي هم اما حسوا ان في ضغط عليهم شالوا البوست ورجعوا نزلوا بوست تاني، برضو في لخبطه وفي عك. اتحاد مش عارف يدير سوشيال ميديا، هيدير الكوره في مصر؟ يعني هي مجموعه مش عارفين يديروا السوشيال ميديا بتاعت الاتحاد، هيديروا الكوره في مصر؟ والله العظيم. واخيرا طبعا من العبث اللي بيحصل في اتحاد الكوره، ذكرا بس مش هنخش في تفاصيل، تصريحات كابتن جهاد جريشه اما قال لك انا عايز اقعد مع رئيس لجنه الحكام علشان اقول له على المصايب اللي بتحصل هو مش داري بيها. الصراحه بجد يعني حسبي الله ونعم الوكيل. اما يبقى كل الحاجات دي دايره في الكوره وانتوا نايمين في العسل. ما هو جهاد جريشه مش هيطلع يتكلم البق ده اهو غير لما يكون حكام بيتحكم حاليا مكلمه في حاجات وعارفين تفاصيل، لان هم اللي جوه المطبخ. اخيرا ازمه محمود عبد المنعم كهربا خلاص، المقربين بيقولوا انه قرر دفع الفلوس لنادي الزمالك، يعني المفروض الغرامه المهله اخرها يوم 12 6، فهو يقال انه هيدفعها على يوم 10 يوم 11، يعني في الرينج دوت. وبيقول لك الفلوس جاهزه وهيدفعها خلاص. ده الجزء الاولاني. تاني حاجه الاهلي قال لك الخصومه اللي هو كان رافعها ضد لجنه الانضباط خلاص ما عادش، مش هيكمل فيها او مش هيكمل في الطريق دوت، لانه ببساطه هو كان عايز اللي هو عايزه، ان الكهرباء يلعب مع السوبر، وقد كان كهربا لعب السوبر واحرز، فهو ما كانش محتاج اي شيء تاني من السكه ديت غير ان كهربا يلعب الماتشات المهمه ولعبها. حته بقى ان كهربا ممكن يتوقف مثلا 5 ماتشات 6 ماتشات، هو حاليا الاهلي يعتبر فنش الدوري، يعني اخر 3 ماتشات دوت، لا ال3 ماتشات الجايين لو خلصهم كويس يعتبر فنش الدوري، وهيفنش مع افريقيا، ومش هيبقى محتاج اصلا كهربا في ماتشات هاي قوي يعني، او ماتشات عاليه قوي يعني. فهو خد اللي هو عايزه من كهربا و... وبرضه يعني على الصعيد النفسي احساس اللي هو انتصر على نادي الزمالك ومسؤوليه. في الاخر كده قول لي رايك في الموضوع اللي اتكلمنا فيها. طبعا رايك يعني سواء بالايجاب فيه او بالسلب، ولكن اهم حاجه يكون بلغه الادب والاحترام بيني وبين حضراتكم. ونتقابل في حلقه جديده مع احمد ايهاب. السلام عليكم.